إزاي تسأل عن الوقت في اللغة الألمانية؟ أهلا بكم أصدقائنا في درس جديد من دروس قناتنا دويتشه ميت فيا. درسنا النهاردة عن إزاي تسأل عن الوقت وإزاي تقرأ الساعة. في طريقتين أساسيتين، الأولى رسمية للسؤال عن الساعة والوقت، والتانية طريقة رسمية غير رسمية. تعالوا نشوف. Wie spät ist es؟ أو wie viel Uhr ist es؟ دي الطريقة الرسمية، وكل من الأسلوبين لهم نفس المعنى، وهي الساعة كام أو كام الساعة. Wann steht es auf؟ يعني متى ينهض، أو wie viel Uhr steht es auf؟ في أي وقت بينهض. بالشكل ده يكون السؤال عن الوقت بطريقة غير رسمية. اشرح لكم الطريقة الرسمية دي اوفيتسيال اور، هي الطريقة المستخدمة في نشرات الأخبار ومحطات القطر والمطارات وفي الجهات الحكومية. هم بيستخدموا نظام 24 ساعة، وتكتب بالطريقة اللي هنوريها لكم في البايشبيل اللي جاية دي. Es ist 20 Uhr، إنها الساعة 8. Es ist 20:05، إنها الساعة 8:05. Es ist 20:10، إنها الساعة 8:10. Es ist 20:15، إنها الساعة 8:15. Es ist 20:20، إنها الساعة 8:20. وإس ist 20:25، إنها الساعة 8:25. نلاحظ إن احنا بنستعمل اس است دي في الطريقة الرسمية. الطريقة غير رسمية inoffizielle Zeit، الطريقة التقليدية هي الطريقة اللي بتستخدم بين العامة وفي الشارع، بتستخدم نظام 12 ساعة. بس قبل ما نحط لكم بايشبيل أمثلة، لازم تعرفوا أجزاء الساعة عشان تعرفوا تقروها بالطريقة الصحيحة. 30 دقيقة تسمى بنص ساعة حرب، 15 بتسمى ربع ساعة فيرتل، 20 تسمى تلت ساعة 20. كلمة بعد أو معناها نخ، كلمة قبل أو إلا معناها فور، كلمة بالضبط معناها gleich. ولكن لما نقول إن الساعة تمام الساعة نستخدم كلمة أور، وهذه الكلمات لا تستخدم إلا مع الطريقة التقليدية. نديكم بقى بعض الأمثلة للفهم والتوضيح. ist Viertel nach 2 Uhr، الساعة 2:15. ist 20 nach 3 Uhr، إنها الساعة 3:15. ist 4:30 Uhr، إنها الساعة 4:30. ist Viertel vor 6 Uhr، إنها الساعة 6:15. es ist 10 Minuten vor 7 Uhr، إنها الساعة 7:10. es ist 20 vor 8 Uhr، إنها الساعة 8:15. في شوية ملاحظات لازم تعرفوها. أول حاجة كلمة halb معناها النص، هي قاعدة خاصة ليها، قاعدة خاصة بيها إنك أنت بتزود على الساعة ساعة أخرى مع halb. زي مثلا مثال 8:30 معناها الساعة 8:30 بالعربي، ولكن بالألماني es ist 8:30 Uhr، المقصود بها 8:30 مش 9:30، ولكن دي قاعدة الألمان بيتبعوها مع halb. تاني حاجة، في حاجات لازم تعرفها زي صباحا مساء ليلا منتصف الليل. فصباحا تعني morgens، ومساء تعني abends، وليلا nachts، ومنتصف الليل Mitternacht، وبنرمز للرمز أورة بالرمز ها. تالت حاجة، حرف الجر اللي احنا بنستخدمه مع الساعة هو معناها حوالي. مثلا حوالي الساعة 3 صباحا 3 Uhr. وكلمة منوتة دقايق، مش شرط ان احنا نضيفها لل5 أو 10 دقايق، او لما بنقول كلمة الدقايق في تعريف الساعة. دي بعض الأمثلة التانية. es ist 20 vor 7، الساعة 7:15. 6:40، 6:46. es ist Viertel vor 7، الساعة 7:15. أو ممكن نقول um 6:45، الساعة 6:45. وممكن نقول es ist 10
vor 7 الساعة 7:10. وممكن نقول عليها كمان 6:50 الساعة 6:56. في ملاحظة هامة برضو في الطريقة الرسمية في ساعة منتصف الليل، أي الساعة 12. لما تصبح الساعة في تمام 12 من منتصف الليل بنلاحظ اختفاء الأرقام من ركن الساعات وتصبح أصفار، ونبدأ في الدقايق جديد، ونبدأ بس في الدقايق في ركن الدقايق، كأن الساعة بتاعت اليوم هي 12 ساعة بس وانتهت، وبدأت 12 ساعة جديدة من أول وجديد. ونديكوا شوية بايشبيل عشان نزود التوضيح والفهم. Es ist 0 Uhr يعني الساعة 12 أو 12 Uhr. Es ist 0:05 الساعة 12:05 بعد منتصف الليل. Es ist 0:10 يعني الساعة 12:10. و es ist 0:15 أو 15 nach 12 12:05 بعد منتصف الليل. Wir sehen uns in der nächsten Folge. نشوفكم في الحلقة الجاية.